يا صباح السعادة، ازيكم حبايبي؟ معاكم ماري أنور. جاي لكم النهاردة بأكلة جامدة جدا، تعتبروها بقى غدا عشاء تقدموها على سفرة رمضان بمكونات بسيطة قوي موجودة في كل بيت. لفايف الجلاش التركي عملناها بمكونات موجودة في البيت، بس يكون عندي الجلاش ده كنز نعمل بيه حاجات كتيرة جدا. يلا بقى ادخلي معايا الفيديو وشوفي ايه المكونات دي واعتمديها على سفرة رمضان، هتنفعك جدا جدا وكمان حلوة خالص. يلا مع بعض ندخل الفيديو، بس ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. يلا نبتدي الفيديو ويلا مع بعض حبايبي نجهز الحشو. الحشو عندك بقى ايه الموجود عندي في تلاجتي؟ انا لقيت عندي 5 صوابع سوسيس مركون كده في الفريزر، قلت اعمل بقى الصينيه الخطيره دي. زي ما قلت لكم اول الفيديو عملناها بمكونات موجوده في البيت. تمام كده. طبعا جبنا كده بقى قلايه نزلنا عليها البصل عندك الكميه اللي انت عايزاها، قطعنا قطع صغيره بشويه زيت وشوحناه لحد ما دي المعنا. انا مش عايزاه يكون فيه لون خالص، انا عايزاه يكون دبلان. ادي بقى ال5 صوابع السوسيس، بصوا عاملين مشكله في الفريزر، قطعناهم كده حلقات ونبدا نشوح بقى السوسيس مع البصل بتاعنا. صدقوني انت ممكن تستغلي اقل مكونات في بيتك تعملي بيها وجبات حلوه جدا جدا. بما ان بقى الحياه غلا، طبعا يعني ايه، حاولي تلمي الدنيا خصوصا داخل شهر رمضان. كمان ممكن تعمليها مثلا كسحور، ممكن تضيفيها على سفرتك في شهر رمضان، حلو قوي في العزايم مع بعض الوجبات. وممكن كمان تعمليها في اللانش بوكس لاولادك المدرسه، حلو قوي. بس اهم من ده كله لازم يكون عندك جلاش. انا واحده من الناس عامله درج مخصوص في السمبوسه والجلاش، كميه كبيره بتنفعني ليل نص ليل، حلو قوي، حلوه وحيده. عايزه اقول لكم بقى ضفنا، احنا بنتكلم كده، ضفنا على السوسيس والبصل طماطم مخليه من الميه والبذر، وكمان فلفل اسود وتوم باودر. نبدا بقى نشوح كده كل شويه فيه لحد ما احس ان السوسيس خد طبقه كده، يعني دخل في السوا. تمام كده، الريحه مش قادره اوصف لكم. هنا بقى معانا مكون برضو مهم جدا، هي معلقه صلصه هنحطها تديها كده لون وتخلي كل المكونات متماسكه ببعضها، يعني ما تفكش مني انا وباكلها. واظبط بقى ملح كده، وما انساش برضو انا هحط برضو حبه حاجات كده زي فلفل اخضر مثلا. عندي بقى فلفل الوان حطي، فلفل اصفر حطي، إيه موجود عندك. عايزه تخليها سبايسي حطي نص قرن فلفل حار. تمام. انا عشان عندي اطفال بستكفى بكده. كده خلاص اسيبها بس تبرد، يلا مع بعض نكمل وصفه. وتاني مكون معانا وهو اساسي الصوص او التشريبه اللي هزقي بيها الجلاش عشان يطلع معايا بالجمال زي ما شفتوا اول فيديو. هجيب كوبايه كده ميه سخنه شويه وانزل عليها بمكعب مرق. انا كده بعمل شوربه لاني ما عنديش شوربه، ولقيت اللبن عندي كمان خالصه. دوبت كده المكعب المرق الدجاج في الميه السخنه او ميه دافيه بالشكل ده. وهنا هنزل عليه ب4 معالق زيت وب3 معالق دقيق منخولين. تمام. كل ده على كوبايه ميه دافيه. وهنزل بقى بالايه معايا بالثوم باودر والبصل باودر والفلفل الاسود والملح. تمام كده. وكمان ما ننساش اهم حاجه نص معلقه كاري اللي ادتني اللون الجميل زي ما شفتوا اول الفيديو. لو مش موجود عندك الكاري ممكن ربع معلقه كركم، برضو هتدي نفس الغرض. تمام كده. طبعا قلبت كل المكونات مع بعضها. هنا بقى معايا مكون مهم جدا جدا، وهي نص معلقه البيكنج باودر. دي اللي بتخلي الجلاش مقرمش وكمان مورق من جوه. وبكده انا جهزت صوص التشريبه، يلا مع بعض نكمل وصفتنا. وهنجيب الصينيه بتاعتنا بقى ايا كانت بقى بايركس جرانيت ايه الموجود عندك، بس انا بحب البايركس بيخلي شكل الاكلات دي حلوه قوي. حطينا فيها جزء من الصوص وفردنا فيها، ونبدا بقى نشتغل في الجلاش بتاعنا. ادي لفه الجلاش بتاعتي، بستخدمها كعرض مش كطول حسب مقاس الصينيه بتاعتي. وادي الحشوه بتاعتنا جاهزه. بجد شكل الحشوه جميله جدا وريحتها حلوه قوي. هنمسك ورقتين جلاش مش ورقه واحده، ونفردها مع بعض بالشكل ده، ونبدا نسقيها بصوص التشريبه بس على خفيف، يعني ما تكتروش علشان ما بقاش ايه معجن معاكم، كده على خفيف. واتني حوالي 5 سنتي من لفه الجلاش من قدام، تقدر تتحمل معايا الحشوه اللي هحطها عليها. شايفين كده قربتها لكم. هنحط بقى الحشوه ترصيها بقى بالطول كده. تمام كده. وتسيبي الطرفين فاضيين، هقولكوا ازاي بس تابعوني. صدقوني الوصفة جميلة، ما بتاخدش وقت. انتوا ممكن تجهزوها في رمضان، تحطوها على رف التلاجة وتسووها وقت الفطار. حلو قوي. بصوا كده خلاص لفيناها. شوف بقى العظمة دي. هنجيب بقى صينية نحطها على الطول نحطها عرض زي ما انتوا عايزين. بصوا كده. تمام. لك واحدة كمان، بصوا كده هتنيها مع الطرف واحط الحشوة كده بالطول ارصها. بس هنا انا صغرتها شوية عشان ارصها بالعرض مش بالطول. ده شكلها. وهنا انا رصتها بالعرض عشان تاخد كمية الجلاش بتاعتي كلها. طبعا كنا عارفين جلاش حلو او حادق لازم يتقطع قبل ما يخش الفرن. ولا على الفرن على 180، وهندخلها على الرف الوسطاني. واما ادخلها كمان لازم اديها باقي صوص التشريبه. انا كنت عامله كوبايه واحده بس، هحط كل كميه وابدا ازقي بين الفتحات وبين التقطيعات.
تمام. هنا بقى هاعمل خطوة أنا هاعملها زيادة من عندي، طبعًا دي مش إجباري دي اختياري، أنا هابشر عليها جبنة موتزاريلا أو جبنة شيدر الموجودة عندِك، بتدّيها برضه قيمة غذائية حلوة أوي لأولادنا. طبعًا قُلنا هنا دي اختياري مش إجباري، أنتِ ممكن تدخّليها الفرن بحالتها كده من غير جبنة، ما تقلقيش هتاخدي نفس النتيجة ونفس اللون الجميل ونفس القرمشة، وكده هادخّلها الفرن ولمّا تستوي هاوريها لكم. وبكده بعد ما استوت حبايبي الريحة مش قادرة أقول لكم، بجد خطيرة ما خدتش 15 دقيقة، وعلى فكرة مولعة الفرن من تحت بس. طبعًا جرنشناها بأي حاجة خضرا كزبرة، بقدونس، ونفتح لها كده بقى إيه بالسكينة عشان نعرف نطلّع كل إيه صباع لوحده. بُصّوا بقى الجمال، الريحة خطيرة، عملنا وجبة غدا أو وجبة عشا من لا شيء، حلوة أوي، أوي، أوي. شايفين الجمال ده؟ حاجة كده عظمة. نطلّعها كده مع بعض. على فكرة حبايب الموظفين ممكن تعملوها قبلها بيوم تحطوها في التلاجة، هتنفعكم في عزومات شهر رمضان، أي بقى حشوة أيًا كانت بقى سوسيس، سجق، أي حاجة عندِك استغلّي اعملي تدوير للأكل في البيت، ما ترموش أي حاجة، حلوة أوي، أوي، بجد خطيرة، طعمها ما يتوصفش، وريحتها بجد ملت المكان، حلوة أوي، أوي. يالّا بقى اعمليها على طريقتي هتعجبِك جدًا، جدًا، قدّميها مع أكلات سفرة رمضان، حلوة أوي، أكلات العيد، هتعجب ولادنا بيحبوا الحاجات اللي هي الخفايف دي، بجد طعمها خطير. بألف هنا وشفا. أتمنى الفيديو يكون النهارده عجبكم، ولو عجبكم متنسوش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، ولو لسه ما اشتركتوش عندي أتمنى تشرفوني تشتركوا في قناتي، وباشكركم جدًا وبألف هنا وكل سنة وكلنا طيبين وبخير. سلام.